راح أترجم لكم اليوم مقالة للصحفية هناء العثمان بصحيفة الجارديان بعنوان: حثت أندية كرة القدم على دعم الفرق النسائية بعد وفاة ويكفيلد النسائي المفاجئ. مدرب فريق ويكفيلد AFC النسائي لي بريغز غاضب جدا بعد ما ألغى النادي الفريق النسائي بدون إبلاغ اللاعبات، بدون ما يكلمهم أو حتى يعطيهم خبر أو إنه يحذرهم، يعني راح نلغي النادي أو راح نفككه. ألغاه بدون ما يكلمهم. بريغز دعا المسؤولين بالاهتمام بكرة القدم النسائية كالاهتمام بكرة القدم الرجالية. نعم، شعبية الكرة النسائية بإنجلترا زادت بعد فوز لبوات إنجلترا بيورو 22 ووصولهم نهائي كأس العالم 23، لكن لا تزال تعاني من نقص بالاستثمار والدعم المؤسسي، خاصة لما قارنها بكرة القدم الرجالية. فرق كبير. المصيبة أن ما عرفوا اللاعبات بأن فريقهم تم حله إلا بالصدفة لما حاولت أحد الأندية ضم إحدى اللاعبات. ويكفيلد AFC للسيدات تم تأسيسه عام 2016، يعني نادي جديد وينافس بدوري المقاطعات الشمالية وبالتحديد دوري الدرجة العاشرة، لكن هذا ما يمنع من احترام اللاعبات يعني بعد الإلغاء وتفكيك الفريق بدون معرفتهم. حتى بإعلان القميص الجديد للنادي يشارك بس الفريق الرجالي، والمصيبة الأكبر تم إجبار اللاعبات على تدريب بربع الملعب أو بزاوية واحدة بس وتشغيل كشاف واحد بس. عذرهم كان إن توفير كهرباء وإن ما عندنا كهرباء بالنادي، رغم ان الفريق الرجالي يدرب الملعب كله ب4 كشافات. اللاعبات حاليا محطمات، هوملس او كلابلس، ما عندهم نادي حاليا، فري ايجنت يعني. بعضهم انتقل لنادي ثاني بدون علم النادي الاساسي، وبعضهم للحين بدون نادي معلق بعد حل الفريق وتفكيك اعضائه بشكل غريب مفاجئ. ما حد درى، ما حد اخبرهم وقال لهم. اللاعبات غير سعيدات بسبب الاهمال هذا وبسبب عدم صرف اي مبلغ مادي لهم مقارنة بالفريق الرجالي، وبسبب قتل طموحات الفريق النسائي أيضا. إيما إيرتون رئيس تنفيذي لويكفيلد AFC زعلانة كذلك، تشعر بخيبة أمل وتتمنى الاهتمام بالفرق النسائية أكثر. ما يكون في تعود أن كل يوم نلغي نادي، كل يوم نضيق على النادي النسائي هذا. لازم يكون في اهتمام أكثر، خاصة يعني الكرة النسائية، يعني المنتخب فاز كأس أوروبا، وصل نهائي كأس العالم أكثر من اللي سواه المنتخب الرجالي.